بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن حركة الضباط الأحرار، بيان رقم 5 إلى كل الشرفاء الأحرار في سوريا. خرجت في الساعة 10 مساء يوم 4/8/2011 في منطقة خان شيخون بإدلب مظاهرة سلمية تنادي بالحرية للشهيد وأسقاط النظام، وعلى أثرها قامت عناصر الشبيحة وبعض عناصر الأمن بمداهمة المظاهرة والتنكيل بأهلنا هناك. فقد قمنا نحن مجموعة من حركة الضباط الأحرار بمقاومة الشبيحة وعناصر الأمن، وتبادلنا معهم إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل ما يقارب 30 شبيح وعنصر أمن، وجرح ما لا يقل عن 15 منهم. وقد نعلن بياننا هذا ونؤكد على أن المظاهرة كانت سلمية كبقية المظاهرات في جميع أرجاء الوطن، ولم يكن أحد من المتظاهرين يحمل أي نوع من الأسلحة. وكما عاهدناكم بالدفاع عنكم، فها نحن وفينا بعهدنا وعهدنا لأبناء وطننا، ونحذر النظام وأزلامه أن أي مساس بأمن ودماء المتظاهرين العزل وحرماتهم فلن نقف مكتوفي الأيدي بعد اليوم اتجاه ما يقترفه النظام وأتباعه من تجاوزات بحق هؤلاء. ونؤكد على اعتبار الجيش السوري مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الشعب وثورته السلمية وحماية أمن الوطن والمواطن. عاشت سوريا حرة أبية، والنصر للشعب السوري الحر. الملازم أول عبد الله عودة، قائد القطاع الشمالي حركة الضباط الأحرار.